السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كويسين. فيديو انتم طيبين. رجعنا لكم يا رجالة بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. طبعا يا جدعان معلش صوت الهوا شديد، الهوا النهارده الجماهيرية صعبة، فمش عارف بقى صوت الهوا هيبقى عامل ازاي. بصوا يا جدعان، انا في الفيديو بس النهارده كده هنرد على شويه اسئله، وفي الاخر هتشوف كام حاجه عند الحمام. بس يا ريت بالله عليكم يا رجاله اسمعوا معايا الفيديو ده للاخر، عشان بجد الموضوع زاد عن حده، وانا زهقت وتعبت وقرفت قسما بالله. فبصوا يا جدعان، كميه انتقادات وتعليقات بجد تجيب للواحد احباط، وبجد انا زهقت. بصوا يا جدعان، انا ولا ضحكت عليكم ولا قلت لكم حاجه ولا واخد منكم فلوس ولا اي حاجه، الموضوع كله بالحب، والناس القديمه معايا عارفه. فبصوا بقى، خلينا ناخد التعليقات كده ديت اللي هتظهر لكم كمان على الشاشه، تمام؟ وهنرد عليها واحده واحده. طيب، اول تعليق اللي ظهر لكم ده انا كاتبه معايا في اجنده ايه عشان اقرب لكم. واحد بيقول لك ايه؟ لا تجيب غير الحمام، هذا درس لك، لا تكرر التجربه وتقليد غيرك من القنوات التانيه، خليك على الحمام وبس. ده اول تعليق. تاني تعليق، سؤال: ليه كل واحد عنده محتوى يقلد غيره؟ صار كل القنوات والمحتوى نسخ من بعض، واللي اشوف كل واحد منهم ينتظر التاني ينزل حاجة عشان ينزل مثله او يقلد المحتوى، ما في تمييز عن بعض. ايه الموضوع؟ خلاص ما في افكار ولا شيء جديد. طيب، التعليقات دول يعني كنت زي ما شفتوا قريتوا وسمعتوا بيقولوا ان انا بقلد. طب بصوا يا جدعان، تعالوا ناخد الموضوع من الاول. في صور هتظهر لكم دلوقتي، بصوا يا ريت على تواريخ الفيديوهات دي نازله امتى، اللي هتلاقوه من 3 سنين واللي من سنتين. موضوع الشخصيتين اللي انا عملتها في الحمام على القناه اللي هي الكبيره القديمه، الموضوع ده انا اول واحد عملته في محتوى الحمام، انا ما بتكلمش على اي محتوى، اول واحد انا عملته في محتوى الحمام. اتقلد كتير بعديا، اتقلد والله العظيم في قنوات حمام كتير بعديا، وبعد كده الناس بقت تيجي تقول لي انت اللي بتقلدهم. يعني انا اللي عملت الموضوع ده في البدايه خالص، وبعد كده في قناه كبيره بتاعت واحد انتوا عارفينه ومشهور قلدها، ولما انا عملتها تاني بعدين ان انا اللي عامل المحتوى ده، يعني انا اللي مقلد المحتوى بتاع الشخصيتين وبطلع اعمله كل فتره، تمام؟ فبعد ما عملته، بعد ما ده نزله وده نزله، كله جالي عليا انا قال انت قلدت. طب اشمعنى ما قلتوش ان انتوا هو اللي قلد؟ فدي حاجات كتير والله العظيم يا جدعان انا بعملها وببقى انا اللي عاملها، واجي برضك الناس تقول انا اللي قلدت. وانا هقلد ليه؟ وعايز اعرفكم ان محتوى الحمام محتوى محدود، فاحتمال اصلا تلاقي المحتوى كله شبه بعض، فمحدش بيقلد بعض. محتوى يا جدعان واحد، مش محتوى فيه افكار وابداع، محتوى واحد. فانا والله العظيم والناس القديمه عارفه ان انا ما بقلدش حد. ف يعني زي ما شفتوا في الصور، انا ببقى عامل حاجات ولما الناس بتعملها بتيجي تقول انا اللي بقلد. فدي اول حاجه. طيب تاني حاجة، واحد بيقول لنا كل سنة وانت طيب، بعت القناة ليه يا نجم؟ على العموم زيك زي ناس كتير. نصيحة على فكرة، انت ما بعتش القناة، انت بعت الناس اللي فيها، قصدي المتابعين هم اللي بيجيبوا فلوس كتير. معلش انا عارف ان كلامي تقيل اوي على فكرة، انا اسمي وانا مسحت طبعا كلمة اسمه دي، مسحت اسمه عشان برضك ما يظهرش، وانا مش هظهر اسم قناة ولا اي حاجة. طيب، هو بيقول ان انا بعت القناه وبعت المتابعين والحوار ده. بصوا يا جدعان، انا هرد على السؤال ده، هرد على سؤال بيع القناه ده مع سؤال تاني، عشان في حد كلمني برضك هنشوف دلوقتي، هرد عليه مش هسيبه، تمام؟ طيب ناخد ده. واحد بيقول لي يا خساره اللايكات اللي انا اديتها لك والاشتراكات، خلاص بعت قناتك، يبقى قابلني لو رجعت تاني والله معاك. طيب برضك بسبب بيع القناه، خليكم معايا عشان في برضك حاجات تانية عن بيع القناه، هجيب الاسئله دي كلها وهرد عليها كلها مره. بص يا جدعان، التعليق ده برضك بيقول ايه؟ انت عمال تهجس على المتابعين. بص، انت عمال تهجس على المتابعين بتوعك، وانك تعبان وعايز تخلص من الحمام علشان المرض، وبعد ما المشروع بتاعك اللي انت عملته بدل الحمام فشل، تيجي تقول رجعت للحمام. طيب بصوا يا جدعان، انتوا عارفين ان انا بطلت الحمام بسبب التعب. انا هرد بقى على السؤال ده وسؤال بيع القناه مع بعض. انتوا عارفين ان انا بعت الحمام وبعت القناه بسبب التعب. طيب القناه انا بعتها لي بسبب التعب، يعني ايه ذنب القناه وايه التعب؟ قلت وشرحت مرتين ثلاثه وقلت في لايف ان انا يا جدعان، انا مش عايز اقول والله العظيم الكلام ده، انا مش عايز اقول الكلام ده، انا اتزنقت في قرشين بسبب التعب،
كنت محتاج مصاريف جامده وحاجات هتتعمل بفلوس جامده، بدل ما اقول لحد اديني وانا كنت خلاص مقرر ان انا مش هرجع للحمام تاني. تمام. فبعت القناه، قلت هي حاجه مني بدل ما يبقى عليا فلوس واقول لحد على حاجه، لا حاجه وانا ما كنتش ناوي ارجع تاني للمحتوى. طيب ايه سبب رجوعك تاني للمحتوى؟ برضك شرحتها بدل المره مليون. انا يا جدعان لما عملت القناه دي تتفرجوا عليا فيها دي، شوفوا اول فيديو فيها نازل انا قلت انا مش هعمل محتوى عن الحمام وهقدم اي محتوى، عشان ناس كتير قعدت تضغط عليا يرجع احنا بنحبك، قدم لنا اي محتوى اي حاجه، المهم نشوفك احنا بنحبك ومش عارف ايه. فعملت القناه دي في البدايه ان انا هقدم عليها اي محتوى. قعدت افكر ما لقيتش ان انا في محتوى عارف اقدمه حلو غير الحمام والطيور. تمام. فلما رجعت جبت شويه حيوانات زي ما انتم شايفين وشويه الحيوانات اللي بره، وبرضك في تعليق بسبب الحيوانات اللي بره هنرجع له دلوقتي. تمام. فرجعت وقسما بالله العظيم يا جدعان انا لو باين على وشي وباين على صوتي، انا امبارح انا كنت بموت والله العظيم من ساعه ما رجعت للحمام وجبت الطيور والحاجات دي كلها، وقسما بالله العظيم ما شفت يوم عدل من التعب. انا امبارح اقسم بالله انا امبارح انا كنت حاسس ان انا بطلع انفاسي الاخيره، انا صدري ده طبق كده على بعض. وعندكم قناه مهند محمود لو حد معاه رقم واسالوه له يوسف كان عامل ازاي امبارح، انا كنت بموت. انا يعني بصوا يا جدعان الحمد لله رب العالمين، والله العظيم راجع المره دي بموت ودايس على نفسي عشان خاطر المتابعين. دي حاجه ايه، احنا كده ردينا على اسئله باقي القناه وباقي المتابعين. طيب واحد بقى بيقول لي خساره اللايكات اللي اديتها لك، دي عشان بيت القناه ردينا عليه. طيب في بقى تعليق تاني بيقول لك ايه، هو انت عاوز ترفع المشاهدات القناه باي هلس وخلاص، خليك في الحمام بس وربنا هيكرمك. تمام. بصوا يا جدعان موضوع الطيور اللي انا جبتها بره دي، تمام، ناس كتير مش عاجبها الموضوع وناس كتير بتقول لي انك بتقلد. طب خلينا بقى في موضوع التقليد ده. بصوا يا جدعان موضوع الحمام موضوع الطيور كذا حد قال لي انت عمال تقلد قنوات، بتقلد مش بتاع ده محتوى، كله بيقول لك بقى شبه بعض، عمال تقلد في محتوى. تمام. طب بصوا صلوا على النبي، في صوره هتظهر لكم دلوقتي، الفيديو ده نازل من 3 سنين على قناتي الثانيه. الفيديو ده نازل من 3 سنين على قناتي الثانيه. طيب انا بقالي فتره جامده والناس اللي متابعاني من زمان عارفه ان انا من 3 سنين كنت هجهز بيوت خلاص للطيور اللي زي كده، وكل فيديو كنت ما حصلش يعني نصيب بسبب المكان بسبب الظروف بسبب حاجات كتير، وكان كل فتره اطلع اقول في فيديو ان شاء الله ان انا هجيب حاجات زي كده ان انا طول عمري نفسي اربيها. فلما جت الفرصه وجت المكان ورجعنا تاني فربيتها. فانا مش بقلد حد ولا بعملها عشان مشاهدات وهلس، دي حاجه انا حاببها ومن فتره جامده انا كنت عايز اقدم محتوى عليها. فالحوار مش حوار ان انا جايبها وخلاص وان انا بقلد حد، فوالله العظيم يا جدعان انا مش بقلد حد. تمام. انا كل حاجه بجيبها لكم بالدليل. طيب في واحد برضك بيقول لك يا عم خليك في الحمام انت زهقتنا. بص يا جدعان برضك عايز اقول لكم على حاجه عشان نبقى متفقين عليها. القناه دي ان شاء الله مش هتبقى مقتصره على الحمام بس ولا حيوانات بس، ان شاء الله اي محتوى هقدر اقدمه هحاول اقدمه. انا مش هربط نفسي بعد كده بمحتوى، ليه؟ ان اي محتوى بيبقى محدود، انا عايز انتشر، ليه ما نفكرش ان نشوف حاجات جديده نعمل حاجات جديده. فبعد اذنكم يا جدعان انا القناه دي مش هتقتصر على الحمام بس، هصور فيها حمام وهصور فيها حمام كتير قوي وكل حاجه، بس هيبقى فيها محتويات كتير. فاللي حاببني لشخصي او حاببني عشان اي محتوى بقدمه يخليه معانا، واللي مش عاجبه اللي انا بعمله انا مش ماسك حد من ايده يا جدعان، ومحدش يزعل من كلامي. تمام. طيب التعليق ده انا ما زعلتش منه بس ما كانش يعني ليه لازمه يتكتب. بيقول لك ايه، محتوى 0/10 وقبول مفيش، حاولت احبك الصراحه مش عارف، انا اسف الغاء اشتراك. يعني انت ما عرفتش تلغي الاشتراك، يعني لازم تكتب الكومنت وتنكد علينا يعني وتضايقنا؟ عادي، ممكن انت تشوفني ما تحبنيش غيرك يشوفني يحبني، فعادي، بس ما كانش ليها لازمه تكتب الكومنت اللي ضايق الواحد. يعني واحد بيقول لي انت عكاك ولباخ يلا. طيب لباخ في ايه؟ يعني انا طلعت هد حد، زعلت حد، شتمت حد وانت عكاك يا جدعان؟ انا كل شويه بقى حد يقول لي هات حمام نضيف بطل عك، مش عارف هات حمام مش عارف ايه. يا جدعان هو كل واحد ربنا كرمه وعنده حمامتين نضاف، يجي يهد في التاني ليه؟ هي الامكانيات والظروف مخلياني مربي دولك، فاللي عاجبه واللي مش عاجبه خلاص. انا مش عارف في ايه بجد، يعني انا بجد مش عارف الناس بقى في ايه، والله العظيم انا زهقت. طيب واحد بيقول انت بتاع افلام، مش كنت بتقول انك تعبان والحمام تعبني وبتصفي وصفيت فعلا؟
مش عارف والله العظيم اقول ايه. انا يعني هرد على الناس اقول ايه ولا ايه ولا ايه يا جدعان. والله العظيم انا ما كنتش عايز اقول. طب والله العظيم وانا صايم اهو، يا رب اللي يصوني فيا يظن السوء، واللي يشوفني وحش، واللي يتبلى عليا اللي فيا يروح فيه بحق الصيام اللي انا فيه يا رب. مش هقول اكتر من كده. طيب بصوا بقى التعليق ده. بص عشان التعليق ده والله العظيم يعني بيقول لك ايه، انت تاني هو انت شغال بالدراع، هو انت مش فشلت، انت ما بترحمش، مش فضيناها ولا الدولار حلو. بص اقول لك على حاجه، انا سبت المحتوى وانا في عز مجدي وفي عز شهرتي وما فشلتش، والقناه موجوده القديمه بسم الله ما شاء الله، المشاهدات عاليه، الناس بتحبنا وكل حاجه، فده ما كانش فشل. الحمد لله رب العالمين، مشاهداتنا ودنيتنا الحمد لله. فين بقى الفشل في ده؟ وانا سبتها بسبب التعب. ودولار ايه اللي حلو؟ دولار يا جدعان والله العظيم انا عشان بس ما حدش يزعل، انا لو والله العظيم والله العظيم قسما بالله اللي بيجي من القناه اقسم بالله العظيم ما بيكفي مصاريفها. تليفون يا شيماء، والله العظيم والله العظيم ما بيكفي مصاريفها. ما تفتكروش ان المحتوى بتاعنا ده يا جدعان، ما تفتكروش ان مشاهداته دي بتجيب فلوس. فعشان بس تبقوا فاهمين، وانا لو موضوع دولار وقناه بتاع كنت بعت القناه ليه؟ كنت استحملت التعب. تمام؟ فالمهم يا جدعان في تعليقات تاني انا مش عايز بس ارد على ده كله عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، بس اللي عايز اقول لكم في الاخر ان والله العظيم يا جدعان انا ولا بمثل ولا بعمل حوارات عشان ابيع القناه. وانا لو هعمل حوار عشان ابيع القناه هبيع الحمام ليه؟ وانا لو هرجع لقناه تاني كنت سبت الحمام. فحاجات كتير الناس لو تفكر فيها بالعقل كانت هتفهمها. فالمهم يا جدعان انا الحمد لله انا رديت عليكم في الفيديو دوت، ان انا مش هرد على حد تاني، واللي عايز يكتب بس وضحت لكم في الفيديو ده وبس. مش هقدر اطول عليكم اكتر من كده. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.